نهر المية بتغلي فيه على طول، ودرجة حرارة المية جواه بتوصل ل 100 درجة مئوية، وفي تهديد من خطر كبير موجود في الموضوع ده هناك. نهر تشاناي تمبشكا. النهر ده هو واحد من روافد نهر الامازون، موجود في بلد اسمها بيرو. بس النهر ده اتشهر بان ميته بتغلي على طول، هو النهر الوحيد في العالم اللي فيه ميه بتغلي، ومعنى الاسم بتاع النهر ده مغلي بحراره الشمس. بس مش دي الحقيقه، ومش الشمس هي اللي بتخلي الميه دي تغلي، لكن اللي بيخلي الميه دي تغلي هو باطن الارض. النهر ده موجود في منطقة مزار الاستشفاء في منطقة اسمها مايانتاياكو، والمنطقة دي تعتبر جزء من الغابات العالية في هانوكو في بيرو، وسكان المنطقة دي اسمهم الأشانينكا. طول النهر ده حوالي 6 كيلو و4 ومشهور جدا بأن ميته على طول بتغلي، درجة حرارتها بتوصل من 45 درجة مئوية ل 100 درجة مئوية، يعني ممكن تملى البراد وتصب الشاي في ساعتها. جالنا واحد عالم طاقة حرارية أرضية اسمه أندريس روسو. الراجل ده كان قاعد في قعدة صفا وهو صغير كده طفل مع جده، قاعدين بيتناقشوا وبيتكلموا في الموضوع، وسمع من جده قصة النهر اللي ميته بتغلي، وبدأ الموضوع يشغل دماغه جدا، فبدأ يفكر في الموضوع ويشوف هيعمل ايه معاه. وفضل الموضوع ده شغله لحد ما كبر وهو لسه بيدور ورا الموضوع ده، لأنه مفيش أي مصدر للطاقة دي أو الحرارة دي جاية للنهر من أي جهة، زي مثلا إن يكون في فتحات أرضية حرارية، أو في مثلا بركان نشط قريب من النهر ده عشان يمد المية بتاعة النهر أو المياه الجوفية بأي حرارة توصل النهر ده إن هو يغلي بالمنظر ده. ودي كانت أغرب حاجة شغلة دماغه. وبعد تدوير كتير في الموضوع اكتشف ان الطاقة الحرارية دي حرارة غير بركانية بتتدفق بمعدلات عالية جدا للنهر، بس بشكل طبيعي بدون تدخل بشري نهائي. وقال ان الحرارة دي جاية من التدرج الحراري الارضي، يعني لما بيكون في مياه جوفية قريبة جدا من وشاح الارض، ووشاح الارض ده هو اضخم طبقة من طبقات الارض موجودة على الكوكب، لما المياه الجوفية بتقرب من وشاح الارض وبتكون درجة حرارتها عالية اعلى من درجة حرارة المياه السطحية، ده اللي بيسخن المية. بس ازاي الموضوع ده بيحصل؟ هو ده الغريب في الموضوع. الموضوع بيتم عن طريق الامطار. الامطار بتنزل على سطح غابات الامازون لحد ما بتوصل للصدوع اللي موجوده والشقوق، وبتبدا ميه المطر تنجرف فيها لحد ما بتوصل لباطن الارض، وبتبدا الميه دي تسخن عن طريق حراره باطن الارض. وبعد ما بتسخن بتبدا تمشي في الصدوع اللي بتطلعها تاني على سطح الارض، بتبدا تمشي في الصدوع لحد ما بتوصل للينابيع اللي بتصب جوه النهر، وعشان كده حراره النهر دايما بتفضل عاليه على طول. بس المشكلة إن المنطقة دي متهددة بسبب إزالة الغابات اللي فيها، وللأسف اللي بيزيلوا الغابات دي وبيشيلوا الأشجار هم سكان المنطقة الأصليين عشان يعرفوا يستخدموها، واللي ما بيعرفوش يشيلوا الأشجار فيه بيضطروا يحرقوها، وعشان كده هم بيعملوا اختلال في التوازن البيئي في المنطقة دي. أنا عادل مجدي، شارك كتير للمعلومة دي عشان في ناس كتير أول مرة تسمعها، واكتب لي في كومنت إذا كنت تعرف حاجة عن الموضوع ده ولا لأ.